وفد من اتحاد كرة القدم العراقي وإدارتي ناديي أربيل وزاخو تم التطرق فيها لتداعيات الأزمة التي خلفتها هتافات بعض المحسوبين على جماهير نادي النجف في مباراته ضمن الجولة السابقة بدور اللعبة الممتاز مع فريق أربيل. الجلسة انتهت بالخروج ببيان منصف لكل الأطراف وحماية لمستقبل اللعبة في العراق، بعيدا عن تشويه صورتها من قبل بعض المتجاوزين من على مدرجات ملاعب كرة القدم. اللي شاهدت اليوم أنا شاهدت أنه يعني عقول نيرة، عقول يعني متفتحة جدا. همها الأول والأخير أنه شلون تستمر في كرة القدم، أن ما تنقطع في كرة القدم. عارفين أهمية كرة القدم بالنسبة لأبناء شعبنا سواء كان في كردستان أو في العراق، ولهذا ذهبنا باتفاقات. هذه الاتفاقات يعني اللي ساعدونا بها أخواننا يعني رؤساء الأندية. رئيس نادي أربيل أكد أن قرار إدارة ناديه بالانسحاب من الدوري ليس لديه ربط بالأزمة المالية التي يعاني منها كما ادعى البعض، لكن الحقيقة هي أن ناديه تأثر بهتافات قومية من جهة وتهديدات ووعيد من قبل بعض الطارئين على جماهير كرة القدم، وهو ما أوصل النادي لقناعات مستقبلية تحمل خطرا على حياة فريقه، وهو يخوض مباريات الدوري في ملاعب خارج ميدانه، وهو ما أكده أيضا رئيس نادي زاخو الذي اعتبر الأمر ظاهرة خطيرة بدأت تتفاقم في الملاعب دون أن يستثني أحدا من تلك الجماهير. الهاجس الذي راودنا منذ بداية الأزمة بسبب الهتافات القومية والعنصرية هو أن نقف جميعا بوجهها ونقطع دابرها. نتمنى أن ننتهي من هذا الأمر وأن نكون صادقين في حمل رسالة كرة القدم في عموم العراق. نريد أن نؤكد أن الهتافات الطائفية لا مكان لها في ملاعب كرة القدم. لا أقول بأن هناك انفرادات بين هذا وذاك الجمهور، فالجميع يتحمل المسؤولية، وعلينا تثقيف هذا الجيل الذي يجلس على المدرجات. بين الهتافات التي ظهرت في ملعب النجف وورقة بيان عقلاء القيادات الكروية لحلحلة الأزمة فرق شاسع، فرق أعاد المياه لمجاريها وأبقى الدور العراقي يسير بالاتجاه الصحيح. عمار ساطع، الحرة، أربيل.